أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات هنعرف أكتر. النهاردة هنتكلم عن موضوع من المواضيع المهمة في العقيدة المسيحية وبالذات في العقيدة الأرثوذكسية. الموضوع هنتكلم عنه النهاردة هو الشفاعة، وهنتكلم عنها من خلال 4 محاور أو 4 أسئلة أو 4 نقط. إيه هما؟ أول حاجة إيه هي الشفاعة؟ وتاني حاجة لماذا الشفاعة؟ يعني ليه في حاجة اسمها شفاعة؟ إيه أنواعها؟ وإيه أصولها الكتابية؟ يعني إيه النصوص اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي خلتنا نقول إن في حاجة اسمها شفاعة؟ أول حاجة هي الشفاعة. الشفاعة هي كمعنى حرفي يعني ببساطة أو دالة أو معونة أو إلحاح، وده مش مجرد شعور عاطفي، لأ ده معناه إن في علاقة محبة بين الأعضاء المسيحية وبعضها، بين الطرفين السمائيين والأرضيين، في علاقة كده محبة بينهم وتصالح. هم بيتشفعوا لنا وإحنا بنشفع لهم، في محبة متبادلة. ربنا نفسه وضح لنا الشفاعة، حتى لو رجعنا لسفر أيوب وقصة أيوب هنلاقي إن ربنا كان بيطلب بنفسه من أيوب إنه يتشفع لأجل أصحابه. فتخيل معايا إن شفاعة القديسين وهم أحياء عظيمة، طب ما بالك بقى لما يبقوا قريبين من ربنا، يعني لما ينتقلوا ويبقوا يعني جنب ربنا قريبين من عرش الله. مع العلم برضه إن إحنا مش بنعتبر إن هم ماتوا أو إن دول أموات، لأن إلهنا إله أحياء وليس إله أموات، زي ما قال الكتاب المقدس، زي الآية ما بتقول: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. طيب هل صورة الصلاة الشفاعة؟ يعني ده سؤال كده إيه ممكن يخطر في بالك، يعني هي الصلاة ممكن تغني عن الشفاعة والصلاة تلغي الشفاعة؟ يعني هما لأ، لأن هما مش حاجتين متناقضتين، دول حاجتين بيكملوا بعض. يعني مش يا إما أصلي يا إما أطلب شفاعة، أو لو مادام أنا صليت ليه أطلب شفاعة؟ ما أنا صليت بنفس ربنا، ليه أخلي حد مثلا أصلي القديس إنه يتشفع لي؟ هي يعني بتبقى تعبر ان انت في كده كده في صلواتك بتتشفع بالقديسين، فانت بتعبر ان يعني في وساطة ودالة بينك، في محبة زي ما قلنا قبل كده بين الأرضيين وبين السمائيين. فزي ان انت بتطلب واسطة او بتطلب ان مثلا ربنا بيحب القديس ده، فلما هو يتشفع لك عنده ربنا هيقبل صلاتك ويقبل طلبتك. بس في بعض النماذج من الشفاعة بتترفض. ليه بقى؟ ساعات بيبقى لعدم استحقاق الطرف اللي متشفع فيه، يعني الطرف اللي طالب الشفاعة بيكون من وجهة نظر ربنا غير مستحق للشفاعة دي أو للطلبة اللي هو عايزها. إيه الأمثلة اللي على دي؟ زي مثلا شفاعة إبراهيم في سدوم وعمور، زي ما قرينا في سفر التكوين إن إبراهيم تشفع في سدوم وعمور عشان ربنا ما يهلكهمش، ولكن طبعا كلنا عارفين إن سدوم وعمورة كانوا يستحقوا الهلاك وغير مستحقين لشفاعة أبونا إبراهيم، أو غير مستحقين إن هم ينجوا يعني من الهلاك. وتاني حاجة برضو مثلا الغني والعازر، لما الغني طلب شفاعة من العازر ومن إبراهيم إنه بس يبل طرف لسانه أو طرف شفايفه من كتر النار والعذاب اللي هو فيه، ولكن برضو الغني كان إنسان خاطي، فهو غير مستحق لهذه الشفاعة ومستحق للوضع اللي هو فيه ده، هو خاطي وده جزاء. طيب إيه أنواع الشفاعة؟ أنواع الشفاعة 3 أنواع: في شفاعة كفارية وتوسلية ونيابية. طيب ايه أول حاجة؟ ايه هي الكفارية؟ الكفارية دي شفاعة خاصة بالسيد المسيح له المجد فقط، زي ما الآية بتقول: إذا أخطأ أحد فلا شفيع عند الآب يسوع المسيح في البار، هو كفارة عن خطايانا وليس خطايانا فقط بل خطايا العالم أيضا. يوحنا الأولى إصحاح الأول آية 2. وهي ايه الشفاعة الكفارية دي؟ هي الفداء أو الخلاص اللي السيد المسيح أعطاه لنا بموته على الصليب. فهو بموته على الصليب أعطانا شفاعة عند الآب وكفارة عن خطايانا، بقت خطايانا مغفورة، وليس زي الأول كان الكل بيموت، لأ بقى في غفران للخطايا، لأن السيد المسيح أعطى فداء عنا وأعطانا شفاعة وكفارة عن خطايانا. فزي ما قلنا الشفاعة الكفارية دي خاصة بالسيد المسيح له المجد فقط. تاني نوع من أنواع الشفاعة هو التوسلية. دي واضح من معنى، هي طلب أو توسل، ممكن تستجاب وممكن لأ، ولها 3 أشكال. الشكل الأول أحياء مع أحياء،
يعني الناس أحياء بيتشفعوا لأحياء، ودي زي إن إحنا بنصلي لبعض كده، زي في القداس بنصلوا بعضكم لأجل بعض، أو بنقول برضه في القداس ارحمنا يا الله وشعبك وكنيستك. كل دي حاجات معناها إن إحنا نشفع لبعض. زي ما أنت مثلا يكون عندك موقف، أو عندك مثلا عندك امتحان أو عندك حاجة، فتقول لصاحبك أو تقول لقريبك، تقول باباك ومامتك صلوا لي أو صلوا لي أو صلي لي. دي شفاعة. هو الشخص اللي بيصلي لك ده بيتشفع لك عند ربنا إنه يقبل صلاتك ويقبل الطلبة اللي أنت عايزها. تاني نوع منتقلين في أحياء زي شفاعة القديسين والآباء القديسين فينا إحنا كأحياء، إن إحنا بنطلب شفاعتهم وهم بيتشفعوا من عند ربنا. زي مثلا المعجزة اللي حصلت من قريب لما العذراء اتشفعت لعند ربنا لعم عادل عشان يتشفي يعني من المرض اللي كان عنده، وهو كان مشلول، وربنا قبل الشفاعة وادى عم عادل الشفاء على ايد الست العذراء. تالت نوع من الشفاعة وهي تالت شكل يعني من الشفاعة التوسلية هو الأحياء مع منتقلين. يعني الأحياء هم اللي بيتشفعوا في المنتقلين، ودي زي الصلاة على المنتقلين، وزي المجمع في القداس لما بنذكر آبائنا القديسين أو الآباء الأولين اللي هم تنيحوا. طيب هل هم محتاجين؟ يعني أنت أكيد هتقول في بالك يعني هم محتاجين للشفاعة دي؟ يعني هم خلاص حياتهم على الأرض انتهت، ما أظنش إن شفاعتنا هتكون ليها دور، يعني هيكون لها فايدة بالنسبة لهم. ولكن إحنا مش بنبص للموضوع بهذه الطريقة، مش بنبص إن هم محتاجين أو لأ، أو هي هتفيدهم مثلا ولا لأ، ولكن إحنا بنبص لها على أساس إن دي محبة أو تبادل شعور محبة يعني بين أعضاء الكنيسة وبعضها. الجزء ما منهم على الأرض وجزء منهم في السماء، زي ما قلنا السمائيين والأرضيين، في علاقة حب ما بيننا، فبنتشفع لأجل بعض دون النظر الشفاعة دي هل هتتقبل مش هتتقبل، ليها فايدة ملهاش فايدة، هل هم محتاجينها ولا لأ. دي محبة واحنا بنقدمها بدون النظر لأي شيء. تالت نوع من أنواع الشفاعة وهي النيابية، ودي شفاعة خاصة بالروح القدس فقط. زي الآية بتقول إيه: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح أيضا يشفع فينا بعنات لا ينطق فيه. رومية 8:16. يعني إيه؟ يعني الروح القدس هو اللي بيقوينا وبيعزينا، زي ما قال المسيح: أنا قوي بالمعزي. الروح القدس يعني هو المعزي، بيعلمنا الصلاة بيكون معانا، بيضد خطايانا بتاع. كل ده معناه شفاعة نيابية للروح القدس عنه. طيب احنا قلنا ان هنقول اصولها الكتابية، لكن طبعا احنا مش هناخد النصوص نفسها ونقراها واحدة واحدة، لانها اولا كتيرة، ثانيا كبير، يعني حجم النصوص دي كبيرة، فاحنا مش عايزين نطول عليكم، عايزين نخلص بسرعة، فاحنا هنقولها كأمثلة. فناخد أمثلة. أول حاجة من العهد القديم كانت شفاعة إبراهيم في أبي مالك، وشفاعة إبراهيم برضه في سدوم وعمورة زي ما قلنا قبل كده، شفاعة موسى عن الشعب، شفاعة داود في ابن سليمان حتى بعد موسى، شفاعة أيوب مع أصحابه، شفاعة موسى لأجل مريم وهارون. طيب في العهد الجديد في السيدة العذراء في أصحاب عرس قنا الجليل، زي ما احنا عارفين في معجزة عرس قنا الجليل الست العذراء تشفعت عن المسيح إنه يساعد في المشكلة اللي هم كانوا فيها. وإقامة بطرس طبيسة